اول حاجة واهم حاجة الرضا. ده حقيقي، انت لما بتكون راضي بحالك الحالي ده بيخلي عندك نسبة هدوء نفسي كبيرة جدا عن البني ادم اللي مش راضي. ان انت تشوف النعمة اللي في ايدك ومبسوط بيها، دي حاجة بتخلي عندك هدوء نفسي كبير جدا جدا عن الناس اللي مش شايفة النعم. دي حاجة. تاني حاجة التأملات. يعني دايما دلوقتي هي مش موضة ولا حاجة، بس حقيقي ده أسلوب حياة. المديتيشن يا جماعة والتأمل ده بقى حاجة مهمة جدا. العصر والسرعة والانفعالات الزيادة اللي في الدنيا حوالينا بتخلينا دايما في حالة متوترة، والعقل الباطن غصب عنه لما بيسمع أي صوت دوشة بره، أي ضوضاء، أي انفعالات، بيترجمها على إنها قلق وتوتر. ودي حاجة علمية. هو غصب عنه هو مش فاهم إن ده مثلا صوت دوشة أو ده صوت ضرب أو ده دربكة. هو بيفسر ده كله على إنه هو إيه؟ توتر وقلق. فبالتالي إحنا بنحتاج نديله فترة في اليوم، لأ انت الامور هادية وارجع تاني لهدوءك وكنترول الامور. بنبقى قاعدين 10 دقايق تلت ساعة بالكتير في هدوء، نسمع ميوزك هادية، موسيقى هادية، نقعد في مكان هادي، ياريت يكون النور بتاعه قليل، وتهدى كده مع نفسك وتركز على اي حاجة بعيد عن اي فكرة حلوة او وحشة. تركز على النفس بتاعك، تركز على ذكرى حلوة، تركز على اي فكرة ايجابية، ركز عليها واهدى شوية، وده مهم جدا في حياتك. فدي حاجة عن موضوع التوازن النفسي.